أهلا وسهلا. اليوم جيت نعاود لكم على السنغالي والمغربيات التويميات اللي داروها به. السنغالي كان كيقرا هنا في المغرب، كيف ما كنعرفوا هادوك السنغال كتكون عندهم واحد لابورس مضوبله ولا فوا كات على ديال المغرب، زائد انهم كيكونوا لاباس عليهم. السنغالي تعرف على واحد مغربيه عجبها وعجباتو، بقاو كيخرجوا مره نقدروا نقولوا كيخرجوا كل ويكاند. السنغالي كان كيتهلا في ختنا المغربيه، فاش كنقولوا يتهلا فيها ما كنهضروش على قهوه ولا عصير ولا تاكوس، فرحنا تنهضروا على انه كيديها المحلات الكبار تقدم منهم الحوايج اللي خصها. وعلى سبيل المثال نقدروا نقولوا زارا، وحنا كاملين كنعرفوا ان زارا حوايجها غاليين بزاف. ختنا كانت لاقيه داكشي اللي بغات اكثر. كانت كتهضر مع اختها تويميه، قالت ليها راني تعرفت على واحد سنغالي وراه مهلي فيا مزيان. اختها عجبها الحال، واخا حتى هما كانوا عائله ميسوره ولا باس عليهم وما خصهمش، ولكن فيهم هاد الفيس هذا ديال انهم خصهم يبروفيتيو في اي واحد لقاوه. اختها قالت ليها ديني معاك، حتى انا بغيت نخرج معاك وحتى انا يشري ليا. قالت ليها اختها لا ما جاياش، ما يمكنش نخرجوا بجوج ويبقى كيتقدى لينا بجوج، غتجي شويه معيقه. اش نديرو اش ما نديرو، انا نخرج معاه ويكاند وانتيا ويكاند، حيت هذيك البنت السنغالي كانوا كيخرجوا غير في الويكاند كيف ما قلت لكم. المهم داز الويكاند الاول اللي خرجت فيه البنت الاولى مع السنغالي، وجات للدار سيمانه وهي كتعاود لختها لي ديتاي ديال لي ديتاي. ها فين مشينا، اشنو درنا، ها قال لي ها قلت ليه، باش اختها تكون عارفه كل شيء وما تزقل حتى في شي حاجه. جا السبت الاخر وهي تخرج مع الاخرى، خونا حس بشي حاجه ماشي هي هذيك، يعني كيقول هذيك وهي كانت في شكل وهذه شويه في شكل، هو ما عرفش بانه كاينين جوج، ولكن قال شي حاجه ماشي هي هذيك، ما عجبوش البلان. جا الويكاند الاخر خرجت مع السيده الاولى اللي موالفه كتخرج معاه، قال ربما كان ما رشقلهاش ولا كان بها شي حاجه عادي، قال عادي. السبت الاخر عاوتاني وقع نفس الشيء، السيد كيلقى السيده مختلفه كل الاختلاف، ما عجبوش الحال وشك مزيان. اشنو دار، مشى لافاك كيف ما العاده حيتاش هما طلبه كيقراو، مشى كيقرا، هو يتلقى بواحد صاحبه وعاود ليه البلان، قال ليه راني تعرفت على واحد البنت ولكن راني شكيت فيها وما عجبانيش. قال له والامر اللي خلاني نشك هو انه فيها واحد ضريبه في وجهها، هذيك الضريبه سبت كتكون وسبت ما كتكونش، وانا السيده اللي كنتلاقى بها سبت كتكون في شكل والسبت الاخر كتكون في شكل اخر. قال له انا شكيت. هذاك خونا قال ليه شكون هي هذه، لحسن الحظ جات دايزه وحده فيهم قدامهم، قال له راه هي. هذاك صاحبه بقى كيضحك، قال له داروها بيك، قال له شكون هما، قال ليه هذيك راه تويميه هي واختها، وفعلا وحده فيهم عندها ضريبه في وجهها والاخرى ما عندهاش. قال له انا كنت كنظن بانها اسبوع كتغطي هذيك الضريبه بالماكياج واسبوع ما كتغطيهش، ولكن صدقت غلط. السنغالي بقى فيه الحال، واخا هكاك ما تاقش بصاحبه بزاف. قال ليه صاحبه الا بغيتي تثيق تبعني، هز طوموبيلتو مشى هو وياه. قال ليه هادو راه بنات حومتي وراه كيمشيو لواحد لاصال الفلانيه، قال ليه غادي نمشيو نعسو عليهم قدام هذيك لاصال. هذاك الشيء اللي وقع، مشاو عسو عليهم بزوج، النهار الاول ما جاوش، النهار الثاني ما جاوش، نقدروا نقولوا حتى النهار الثالث عاد جاو داخلين وهو يشوفهم بجوج. السنغالي تاكد مزيان، وديك الساعه حس بالشمته داروها به المغربيات تويميات. ما علينا، السنغالي مشى لدارو، هز الفلوس، شي فلوس نقدروا نقولوا واحد 400 درهم ولا 500 درهم ولا 600 بليطو،
وصبغهم، دار فيهم واحد الطلاء اللي كيتحيد بمجرد ما كتحط عليه نقيطه ديال الماء، كيتحيد هذاك الطلاء من الاوراق. فشد هذوك الفلوس وصبغهم مزيان، وحط بزاف ديال الوراق صبغهم باللون الاسود، وعمر واحد الساك كامل بالوريقات اللي مصبوغين باللون الاسود، وعيط عليها قال لها اجي عندي. مشات لعنده وهو يقول لها شوفي، راه عندي واحد الساك عامر بالفلوس. السيدة تحلو عينيها، قلت له وريني نشوف. هو يجبد 2 وريقات من هادوك اللي سابغ، جبدهم، حط عليهم واحد الماء هو دايرو على شكل تقطيره، وفاش بقى كيمسح بقات كتمسح هذيك الصباغه. فقال لها شوفي، راه كاع هاد الصاك اللي فيه هاد الوراق كحل بحال هكا راه كلهم 4000. قال لها ولكن هاد الماء راه ما غاديش يقدني باش نمسح هاد الصباغه على هاد الفلوس كاملين، وما نقدرش نهضر مع الوالد ديالي حيت الا قلت ليه عندي هاد الفلوس كاملين غادي يقول لي رجع للسنغال وما تبقاش في المغرب. قالت له انا نقدر نعاونك. دابا السيد هنايا بغى غير يرد فلوسه بطريقه امنه، بلا ما يمشي لا البوليس لا حتى شي حاجه، اصلا ما عنده ما غيقول ليهم، لان السيده ما نصباتش عليه، هو بخاطرو كان كيشري لي هذاك الشيء اللي بغات. ما علينا. السيده قالت ليه انا غنعاونك. كانت هي دازت النص ديال هذاك المبلغ اللي بغاه هو قال لها انا محتاج 3 ديال المليون، حيت ملي جمع الحساب لقى انه خسر عليها هي اختها تقريبا 2 المليون اونس، لكن هو قال لها انا محتاج 3 ديال المليون. المهم سيدة كانت عندها نصف ديال المبلغ، مشات شدات على اختها شي حاجة وتسلفات على صاحبتها ما تبقى لكي تكمل المبلغ. جابتها ليه، قال لها راه البرودوي غادي ياخذ واحد السيمانه ولا 10 ايام عاد باش يوصلني. بقات كتسنى اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، والحسن الحظ ديال السنغالي كان الاخر ديال العام الدراسي هذاك، وكان في 3 اني، اذا غياخذ ليسونس ديالو وغيمشي، وكما تدين تدان، ما غيظلمهاش ولكن غادي يرجع حقه بكل ذكاء. السيده بقات كتسنى في البرودوي يوصل، ما وصلش البرودوي نهائيا، لا اليوم ولا غدا ولا السيمانه، هاد السيمانه ولا 10 ايام. دازت 10 ايام كتصوني عليه ما كيجاوبش. مشات عنده للدار، كتلقاو مول الدار قال لها السيد اللي كان هنا راه طلق الكرا ومشى في حاله. السيده تلفات، مشات ليها 3 ديال المليون. دازت سيمانه هو يتصل بها واحد الرقم غريب وماشي من المغرب. الو، انا فلان الفلاني. اولالا الصدمه الكبرى. اختنا ديك الساعه عرفات انه الزلمه. قال لها انا ما سرقتكش وما نصبتش عليك، ولكن حيت نتيا كذبتي عليا انت واختك انا رديت داكشي كامل اللي كنت كنخسر عليكم. وهنا كتنتهي قصتنا مع التويميات والسنغالي. سلامه.